ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي شوردي. في الرياضة بقى فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو اكتر الكلمات الشائعه او اكتر الكلمات اللي بتتقال كتير في مجال الاستثمار والمجال المالي والبورصه. يعني خلينا نقول الماست كومن ووردز، يعني او الكلمات اللي بتتقال كتير في البورصه. لسه قايلها من شويه يعني، بس خلينا نقولها تاني. بس المهم خلينا نبدا في الفيديو النهارده. الكلمات اللي انا هقولها النهارده مش هتبقى بالترتيب، بمعنى ان انا مش هبدا من الصغير للكبير، لا، ممكن ابدا بصغير وكبير، بس هبدا بالكلمات الاكتر اللي بتتقال، وبعد كده هنزل بالكلمات لغايه الكلمات اللي بتتقال يعني بفتره قليله شويه، او مش بنفس الفريكونسي زي الكلمات التانيه. اول كلمه وهي البورصه. البورصه يعني ايه؟ البورصه دي هي السوق اللي بتتاجر فيه في الاسهم، بيع وشراء. طيب السهم يعني ايه؟ السهم ده هو وحده امتلاك او زي وحده قياس امتلاك في شركه ما. يعني انت مثلا بتمتلك سهم في شركه اكس، يبقى انت مالك في الشركه دي. طب صك يعني ايه؟ او لا، الصكوك هي وحده امتلاك برضو، لكن بتخليك تمتلك جزء من المشروع. او لو مثلا في ارض جديده وانت شركه مثلا شركه عقاريه راح تشتري ارض، فنزلت صكوك، فالناس بتشتري فيها، فالناس دي نسبيا بتمتلك في الارض، وفعلا بتمتلك في الارض. لو المشروع فشل، الناس اللي اشترت صكوك بتاخد جزء من الارض اللي الشركه اشترتها. وده اكتر في حاجه اسمها الاسلامك فاينانس، او التعاملات الاسلاميه، او المجال المالي الاسلامي، او زي ما بيقولوا الاسلاميات الماليه، وبيحل محل السند. طب يعني سند؟ السند ده بمعنى نفس شركه العقارات دي بدل ما تعمل صك امتلاك، عملت حاجه اسمها سند، وهي انها بتستلف من المستثمرين وتشتري الارض على اساس الاستلاف ده، وبتقول لك وبتتفق معاك ان هي تديك فايده كمان سنه بمثلا 20% او 25%، وهي بتتحمل خسائر الارض، او بتتحمل خسائر لو المشروع فشل. وفي منها حاجه اسمها تريجري بيلز، وهي السندات الحكوميه، التي بيلز، ودي اللي بيتعمل منها شهادات البنوك. الكلمه اللي بعدها وهي سيوله. السيوله دي هي نسبه الكاش او نسبه الفلوس الحره اللي موجوده، وده مهم جدا لاي شركه عشان ما تضطرش تبيع اصولها. يعني مثلا بنشوف شركه اعلنت افلاسها بسبب ان السيوله قليله، فده معناه ان هي راحت اشترت او راحت استلفت عشان مش معاها سيوله، ومش هتلحق تبيع حاجه من الممتلكات بتاعت اللونج تيرم بتاعتها، مثلا زي المباني او الاراضي او الحاجات الممتلكات بتاعتها اللي هي الاصول بتاعتها، راح تبيع منها عشان تكتسب سيوله، او تكتسب جزء من المال عشان تقدر تصرف بيه على الشركه. تسهيل يعني ايه؟ تسهيل يعني ان هي تبيع جزء من الشركه على هيئه اسهم للمستثمرين. يعني مثلا لو انا امتلك 70% من شركه ما، انا مثلا عندي شركه ومنزل 30% منها في البورصه، وعايز اعمل تسهيل زياده او زياده راس مال، فبعمل حاجه اسمها تسهيل. التسهيل ده ان انا مثلا ببيع 20% كمان من الشركه لناس تانيين على هيئه اسهم، باخد منها فلوس وبقى لهم جزء من الشركه. طب نخش بقى في الموضوع المهمه، التحليل المالي. التحليل المالي ده هو تحليل السهم وتحليل اداء الشركه على اساس ورقي، او على اساس اوراق فاينانشال ستيتمنتس وانكم ستيتمنتس، ودي بنشوف النتيجه بتاعتها في اللونج ران. حاجه مثلا زي كلمه فير برايس، او القيمه الدفتريه او القيمه الفعليه. ده مثلا حاجه بنعرفها من الاوراق الماليه، وعن طريق شويه ايكويشنز كده بنعرفها، او شويه معادلات بنقدر نطلع والله الفير برايس بتاع السهم ده اكس. ده عكس طبعا الماركت برايس. الماركت برايس ده السعر اللي بيتم التداول عليه السهم في السوق السنوي. طيب بنسمع كتير جدا نقول كلمه شورت، او اي جو شورت، اي جو لونج. شورت من الاخر يعني ببيع السهم، بسيطه. طب لونج بشتري السهم، ابسط. طب ايه الفرق ما بين ستوب لوس وتيك بروفيت؟ ستوب لوس هي ان انا بحدد نسبه معينه انا اللي بحددها بنفسي. مثلا هنفترض ان السهم ب 20 جنيه وانا قلت ستوب لوس عند 18 جنيه، ده معناها ان انا حاطط 2 جنيه تحمل خساره. هنفترض ان السهم وصل ل 18 جنيه ونزل عن اكتر من 18 جنيه، السهم بيتباع عند 18 جنيه. طب تيك بروفيت، هنفترض ان السهم برضه ب 20 جنيه وانت عامل تيك بروفيت على 22 جنيه، يعني لما يوصل 22 جنيه يوم بايع لوحده الاوردر من غير ما انت تبيعه بنفسك. نيجي للي بعده وهي كلمه التسويه. التسويه يعني السهم يفضل محجوز في مصر المقاصه وفي البورصه لمده لا تتعدى اليومين، ودي حاجه بنسميها تي بلس 0 او تي بلس 1 او تي بلس 2. تي بلس 2 يعني السهم محجوز يومين، اليوم اللي بعده بيبقى تي بلس 1، اليوم الثالث بيبقى تي بلس 0. بول ماركت وبير ماركت. بول ماركت يعني ان السوق صاعد وفيه تفاؤل كتير جدا، والسهم عمال يطلع، والشركات كلها بالاندكس عمال يطلع. طب بير ماركت يعني العكس، الاسهم عماله تنزل وفي نظره غير متفائله بالمره، وده معناها ان السوق داخل على ركود، او داخل على نزول، مش حاجه تصاعديه مثلا زي البول ماركت. اكتف تريدنج. اكتف تريدنج زي الداي تريدنج، وهو ان انت تبيع وتشتري السهم في نفس الجلسه. انت اشتريت مثلا السهم ب 2 جنيه وزاد مثلا بقى ب 2 جنيه وربع، وكنت شرحت الموضوع ده قبل كده في فيديوهات كتير جدا على التيك توك. وهنا الداي تريدنج ده حاجه منهم اللي هي التي بلس 0، ان انت تقدر تبيع السهم في نفس الجلسه، بس بيحتاج منك راس مال كبير، لانك انت بتكسب من البانيز. يعني مثلا السهم كان ب 10 جنيه بقى ب 10 جنيه وربع، انت كسبت ربع جنيه ده على عدد اسهم كبير. شركه الوساطه. شركه الوساطه دي مثلا شركه زي ثاندر، هي اللي بتاسس لك الاساس بتاع البيع والشراء للسهم. انت بتشتري السهم وتبيعه عن طريق شركه وساطه. مفيش حاجه اسمها ان انا بتعامل مع البورصه المصريه وجها لوجه كده او دايركت، لا، لازم يبقى في شركه وساطه في النص، بيبقى ليها بروكرج فيز، وهي اللي بتحفظ لك حقوقك. وساعات بتبقى البروكر هي امين الحفظ ليك. امين الحفظ ده مثلا في حاجه زي الديفيدنز او حاجه زي الاكتتابات الجديده،
هي اللي بتقدر تحمي لك الاسهم بتاعتك، وهي اللي بتقدر تشهد ان انت والله ده مصطفى عنده مثلا 1000 سهم في شركه كذا. فدي شركات الوساطه بيبقى ليها مهام كتير جدا غير انها تشتري لك وتبيع لك الاسهم. زائد طبعا انها بتبيع لك الاسهم وتشتريها عن طريق ايه؟ بسيطه جدا، انتوا بترفع الاوردرات لبعض. انا مثلا مصطفى معايا 1000 سهم من شركه اكس عايز ابيعهم ب 20 جنيه، وقدامي محمد عايز يشتري 1000 سهم من شركه اكس ب 20 جنيه. هو بيقابل الاوردرات، بيماتشهم، انت بتاخد الفلوس وانا باخد الاسهم، او العكس صحيح، سواء انا اللي بشتري او انا اللي ببيع. اكتتاب عام، وده زي اللي حصل في اكت فاينانشال من كام يوم، وهو ان شركه جديده بتنزل البورصه بتطرح اسهمها لاول مره في البورصه، وده بيبقى اسمه اكتتاب عام او انيشال بابليك اوفرنج IPO. سوق اولي. السوق الاولي ده اللي انت بتشتري فيه السهم في الطرح العام في الIPO بتاعه. انت كل المستثمرين بيخشوا يشتروا السهم في حاجه اسمها الIPO او في الاكتتاب العام اللي انا كنت لسه بتكلم عنه، ده بيشتروه في حاجه اسمها السوق الاولي. ده بيبقى سعر السهم ثابت ما بيتغيرش، وبتشتريه على حد معين، وبيبقى فيه تحت شروط، ومش لازم يتنفذ الاوردر في نفس اليوم، ممكن بعدها باسبوع او 10 ايام. طب نطلع السوق السنوي. السوق السنوي ده بقى بعد ما البابليك اوفرنج يخلص، هي بتطلع للسوق بتاع التداولات العاديه بقى. انت بتشتري سهم وانا ببيع سهم، والسعر بيتغير، وبتقدر تنفذ الاوردرات في نفس اليوم او بعدها بيومين، او على حسب انت عايز تشتريه على كام. بيبقى السوق السنوي ده غالبا التغيرات ممكن تحصل، ممكن يبقى فيه اوفر برايس للسهم او اندر برايس للسهم. ممكن يبقى السعر مثلا دلوقتي بتاع الماركت برايس 2 جنيه، وكلمه ماركت برايس موجوده في السكندري ماركت بس، وفي البرايمري ماركت برضه، بس غالبا في بعض الاحيان الوضع بيختلف اكتر في السكندري ماركت. طيب كنت انا قلت من شويه اكتتاب عام، في حاجه ثانيه شبهها اسمها حقوق زياده راس المال، او ده غالبا بنشوفها _R. حاجه مثلا زي شركه بيلتون، لو سمعتوا عنها من فتره، كانت منزله حاجه اسمها حقوق زياده راس المال، وده معناها ان الشركه بتطرح اسهم جديده في البورصه على هدف ان هي تاخد فلوس زياده عشان تقدر تفتح بيها حاجه جديده، او تبدا مشروع جديد، او ان هي مثلا راح تفتح في بلد تانية فبتحتاج فلوس، فبتنزل حاجه اسمها حقوق زياده راس المال. ومع زياده او مع حقوق زياده راس المال، انت في امتلاكك الحق ده، اللي هو الحق اللي هو الوثيقه مثلا بتاعت الحق دي، الشركه بتديك ميزه او بريفليج زياده عشان انت دخلت في الحق ده. مثلا ان هي تديك السهم بسعر ارخص من سعر السوق. يعني مثلا لما بيقول لك في بيلتون مثلا، كان بيقول لك ان احنا هنديك السهم الحق تقريبا كان ب8 من 10 جنيه، اقل من جنيه يعني، بس بيقول لك احنا قدام كل حق عندك هنديك قصاده، او قدام مثلا كل 5 حقوق عندك هنديك قصاده سهم في بيلتون ب2 جنيه ونص. طب سهم بيلتون اصلا دلوقتي ب4 جنيه. فاهمني؟ الموضوع بيبقى بسيط يعني. بس هو مثلا هنفترض ان الحق اهو، وشركه بيلتون نفسها اهي، الاثنين شغالين مع بعض وكل واحد في حاله. بس اهم حاجه لو في حق ظهر او في حق نزل جديد اللي هي حقوق زياده راس المال، هتكونوا ننزل فيديو انا بتكلم عنه، ما تقلقوش. يعني الموضوع ابسط من البساطه يعني. بس هو ببساطه الشركه بتديك بريفليج زياده عشان انت اشتريت في الحق ده، فبتقول لك والله انت اشتريت حق، فانا قدامه ان انا هديك ميزه، ان انا هديك سعر السهم ارخص من اللي انت هتشتريه في السوق العادي، او ب 4 جنيه انا هديلك ب2 جنيه ونص بس كمان شهرين او كمان شهر. فدي ببساطه حقوق زياده راس المال. الموضوع بسيط جدا يعني. ممكن برضو زي ما قلت قبل كده، لو نزل قريب حق زياده راس مال او حقوق راس المال، هتكلم عن الشركه ايا كانت الشركه اللي هتنزل، وهتكلم عن كل التفاصيل بتاعتها، فما تقلقوش خالص يعني. الحاجتين اللي هتكلم عنهم دلوقتي حاجتين الاثنين حرام شرعا، لكن انا هتكلم عليهم لوجه المعرفه فقط، عشان تبقى عارف، عشان لو حد اتكلم معاك فيهم قدامك ما تكونش انت تايه ويقعد يمضرب عليك ويقعد يهبد لك كلمتين من يمين والشمال، فانت تفتكر ان هو فاهم. انا اقولهم لك ببساطه، وانت يعني انت لله بقى، او ما كلمتين لله كده معرفه وخلاص. اول حاجه اسمها شورت سيل او البيع على المكشوف. هنفترض ان في احمد ومحمد. احمد معاه 1000 سهم من شركه فوري، او بمعنى اصح خليها عشان يكون الرقم اكبر 10000 سهم من شركه فوري، والسهم الواحد ب5 جنيه، يعني احمد شاري ب50000 جنيه. ومحمد عارف او جاله اخبار معينه مش عارف جابها منين، بتقول ان سعر الفوري الفتره الجايه هيبقى ب3 جنيه، في خلال شهر هيكون ب3 جنيه. فمحمد راح قال لاحمد هات الاسهم اللي معاك وهديها لك كمان شهر، او هديها لك كمان شهرين، او هديها لك وقت ما تحبها. فمحمد ياخد الاسهم دي ويروح يبيعها، ولما السهم ينزل يروح يديها لاحمد. وكده مثلا هنفترض ان هو فعلا نزل ل3 جنيه، فكده معناها محمد كسب 20000 جنيه لانه هو خد الاسهم ب50000 جنيه باعها ب50، وبعد كده اشتراها ب30 تاني لاحمد، وبعد كده احمد خد تاني ال10000 سهم بتوعه، ومحمد طلع ب20000 جنيه مكسب. طبعا اولا ده كده حرام شرعا، ثانيا فيها عيوب كتير. يعني مثلا ممكن احمد يطلب الاسهم بتاعته في وقت ما يكونش فيه محمد معاه فلوس، او في وقت يكون السهم بقى ب55 او ب5.5، فكده احمد بقى معاه 55000 جنيه واحمد يقرر يبيع، فكده محمد خسر 5000 جنيه. ليها عيب تاني، ان ممكن فعلا السهم ما نزلش ل 3 جنيه، ممكن يعلى ل 7 جنيه، فساعتها كده برضه محمد خسر 20000 جنيه. وتاني ده حرام شرعا، حرام شرعا، سواء في البورصه سواء في الفوركس. طبعا كده الفوركس حرام، وكنت اتكلمت في فيديو كامل وطلعت روحي فيه ونقاشات فيه، بس انا مستعد اناقش تاني فيه. الفوركس حرام
والشورت سيل كمان حرام. اخر حاجه وهي برضو حرام شرعا، وهي الشراء على الهامش او المارجن باي او الشراء بالمارجن. ده برضو على فكره موجود في البورصه مش في الفوركس بس، وده بيبقى برضو عن طريق استخدام ليفرج، بس الموضوع مختلف شويه، لان انت بتروح لبنك، البنك ده بيديك فلوس، فهيفترض مثلا ان هو يديك 20000 جنيه او 10000 جنيه على حسب حاجات كتير، منهم مثلا الاي سكور بتاعك، ومنهم برضو الرصيد موجود بتاعك في شركه الوساطه كام. يعني انت مثلا لو معاك 10000 جنيه ورحت مثلا للعربي الافريقي هيديك 10000 جنيه زيهم كمثال، فانت كده بقى معاك 20000 جنيه. فانت ممكن تروح تشتري سهم معين، هنفترض مثلا ان هو سهم مثلا طلعت مصطفى، انت رحت اشتريت سهم طلعت مصطفى النهارده مثلا كان ب 3 جنيه، وانت اشتريت بدل ما كنت تشتري، او هنفترض ان هو ب 10 جنيه عشان نقدر نحسب، هنفترض ان السهم دلوقتي ب 10 جنيه، وانت رحت اشتريت بدل ما اشتريت 1000 سهم ب 10000 جنيه، انت رحت اشتريت 2000 سهم ب 20000 جنيه، اللي هي 10000 جنيه بتاعتك، وال 10000 جنيه اللي البنك او العربي الافريقي مسلفها لك. طبعا لا يختلف شيء عن الفوركس وعن السي اف دي، في حاجه هنا اسمها مارجن كول، ودي شركه الوساطه بتحددها معاك. بيقول لك مثلا لو السهم او نسبه خسائرك جت 35%، انا بقفل الاوردر اوتوماتيك، وبتتداين بالفلوس اللي عليك والفلوس اللي انت خسرتها، فانت كده خسران من ناحيتين. وبرضه تاكيدا ده حرام شرعا. اظن في الفيديو ده انا جبت كل الكلمات اللي ممكن بتتقال كتير او بتتعرض كتير علينا. لو في اي كلمات تانية عايزين تفهموها ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتس، وهعمل لها فيديو تاني، جزء تاني للفيديو، مفيش مشكله. وبس فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش عامل، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك وانزل اشتمني تحت في الكومنت. قبل ما اقفل الفيديو، في نقطه يا جماعه عايز اتكلم معاكم فيها ومهمه، خصوصا الفتره دي بقى بتجيلي رسائل كتير رخمه من الموضوع ده. واحد مثلا يكون محفظته، بدون ذكر اسماء طبعا، واحد مثلا محفظته 100000 جنيه او 120000 جنيه، بيخش يقول لي يا مصطفى انا معايا 120000 جنيه وعايز استثمرهم في ايه؟ فانا برضو انا محتاج برضو ان انا وحقي ان انا اطلب مبلغ معين مثلا كنوع من الكونسلتيشن، اللي هي اصلا ب 300 جنيه. لو انت معاك 100000 جنيه مش هيفرق لك 300 جنيه كونسلتيشن كول او 1000 جنيه فاينانشال بلان، ان انا بخليك بعمل لك بلان كامله زي بلان التمرين مثلا، اقول لك تشتري ايه وما تشتريش ايه، وهتقسم فلوسك ازاي، وتبيع امتى وتشتري امتى. كل الكلام ده برضو بياخد مني مجهود، وده بيبقى اسمه دعم للمحتوى. معلش انت لو محفظتك 100000 جنيه مش هيفرق معاك 300 جنيه او 1000 جنيه. فلاقيه بعد ما اقول له يقول لي طب هشوف واقول لك، وبعد كده ما يردش عليا. انا مش بتضايق، بس انت ليه بتفكر بالطريقه دي؟ انت عايز كل حاجه ببلاش؟ يعني انت عايز تعمل فلوس ببلاش؟ بصراحه انا مش بقول لك ان انا اخد منك 50% ولا اخد منك 10000 جنيه و20000 جنيه، واحنا عارفين اسعار الفتره دي عامله ازاي. بس برضه يا جماعه نتفهم الوضع، ونتفهم ان انا برضه بعمل المحتوى ده مجاني، ومش بفرض عليك اي فلوس. بالعكس انا كل اللي انا بقدمه لك هي قيمه مقابل لا شيء، يعني مقابل فيو. الفيو ده او اللايك ده بيفرق معايا، وبيفرق برضه في الفيو، والشير بيفرق معايا. فلو انت بتتفرج على الفيديو ومش لازم تشترك معايا، مش بقول حد يشترك معايا، ومش بقول حد ياخد استشارات معايا، انا كده كده بقول كل المحتوى مجاني، وكل حاجه بقولها بطريقه مجانيه، الا الحاجات اللي فيها مجهود زياده قوي ممكن احط مقابل قدامها، وده اظن من ابسط حقوقي كواحد لسه بقدم محتوى. فارجوكم نتفاهم حاجه زي دي، ما يجيش واحد يقول لي انا معايا 4 مليون جنيه وعايز اخش اشتري بيهم ايه. انا ساعتها مش هرد عليك، معلش. لو يعني انت هرد عليك عادي واقول لك خد استشاره او خد بلان او خش في قناه التليجرام، بس معلش لما انت تيجي ما تردش عليا او تقول لي هشوف واقول لك، وبعد شهر تفتكرني نسيت وتيجي تكلمني تاني على اساس ان انا هنسى بقى وكده، او تيجي تقول لي ايه رايك في سهم كذا، معلش انا مش هرد عليك، لانك انت ما قدرتنيش او ما قدرتش المجهود اللي انا بحطه في كل حاجه انا بشتغل فيها. ولو حبيتوا تحجزوا او يعني حابين تحجزوا، فانا هنزل كورس قريب، كورس شامل للاستثمار، اسمه الكورس الشامل للاستثمار. ده هيبقى موجود كامل على الويب سايت لوحده، او هخلي له قناه تليجرام لوحده كامله ما حدش يخشها غير المشترك بس، وهتبقى برضه بمقابل رمزي. وفي قناه التليجرام، ولو عايز تاخد استشاره هتلاقي برضه على الويب سايت، ولو عايز تشتري الكتاب الجديد هتلاقيه على الويب سايت برضه. والويب سايت هحطه تحت في الديسكربشن، ممكن تخش تشوف كل حاجه انت عايزها وتحجز برضه زي ما انت عايز اي حاجه. ولو برضه مش حابب تحجز وحابب بس تعمل شير، فالشير مجاني واللايك مجاني والسبسكرايب مجاني. شكرا تاني ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، لو انا كنت طولت عليكم انا متاسف. ما تنسوش تصلوا تاني، يا رب كنا نخش الجنه تاني. سلام.